اهلا وسهلا خوتي المغاربه. واش كاين شي فخر كبر من هذا الشيء اللي كنعيشوا ديال المنتخب؟ دابا كنعيشوا ايام تاريخيه، ولكن وسط الافراح جاتنا اخبار على حكيم زياش اللي خلات القلوب كلها توقف في لحظه. فالمايسترو خضع العمليه الجراحيه، واش غادي يغيب على باقي مباريات الوداد الرياضي؟ اخواني اخواتي، شنو حقيقه العوده للوداد اللي صدعت مواقع التواصل الاجتماعي؟ واش فعلا زياش غادي يغادر الوداد فعلا وما غاديش يكمل الماتش الجاي؟ وشنو هذا الزلزال اخواني اللي وقع داخل معسكر السنغال قبل مواجهه هايتي؟ فخليكم معايا، القصه فيها بزاف ديال الحوايج اللي مازال ما عارفيناش، فكلنا تنفسنا السعداء اخواني فاش خرجت الاخبار ان عمليه زياش دازت بنجاح. فزياش ماشي غير لاعب عادي، زياش هو الروح اخواني ديال الفريق، ومن قلب غرفه ديالو فالمصحه وجه رساله مؤثره للدراري. برافو عليكم يا ابطال، فالفوز على اسكتلندا ما كانش صدفه. اضافه اخواني غادي تسمع وسط الاوساط المقربه ان زياش فاجأ الجميع بطلب خاص للطاقم الطبي، طلب منهم انهم يسرعوا البروتوكول العلاجي باش يحضر في المعسكر الجاي ولو 15 دقيقه فقط رغم التحذيرات اخواني الاطباء. اما موضوع الوداد اخواني فخلونا نحسموها نهائيا. حكيم زياش اكد المقربين ديالو ان الوداد مدرسه كبيره وعزيزه، ولكن الطموح ديال زياش باقي كيشوف في اوروبا والمدن العالميه. يعني حتى فكره العوده للبطوله دابا غير وارده تماما. فندوزو دابا لهاد الصاروخ اخواني اللي سميتو اسماعيل الصباري، هدف التواني الاولى ضد اسكتلندا. هادشي راه سينمائي اخواني. الاعلام الدولي اليوم كيهضر على الصباري كانه اكتشاف كروي جديد في المونديال. فمحمد وهبي اللي كيقاد هاد السفينه اخواني دار واحد الخطه تكتيكيه خلات المدرب الاسكتلندي يبان بحال الا تائه في الملعب ديال كازابلانكا اخواني. مع ذلك كاينين كواليس خطيره كتدور في الممرات. كيتقال ان الصباري جاتو عروض خياليه في الساعات اللي ثلاث الماتش مع انديه في البريمير ليغ اخواني باغا تخطفوا قبل من المونديال، ولكن اللاعب عطى وعد للمدرب وهبي انه ما غاديش يخلي التركيز ديالو يتشتت. فعلى ذكر المونديال تحضيرات الماتش ديال هايتي غاديه بواحد الوتيره اللي كتخليك انك تزيد تفتخر بالمغربيه ديالك. ولكن كاين بطبيعه الحال اللي حاسدنا ماشي غير على الاداء ولكن حتى على الاستقرار. فشوفوا شنو واقع في المعسكر ديال السنغال، ازمات ماليه، اضرابات ديال اللاعبين في التدريب، ومشاكل بين الاتحاد والمدرب. يعني سمعنا من مصادر متقاطعه ان حتى الروح داخل غرف الملابس ديالهم ولات مسمومه يا اخواني، لدرجه ان كبار اللاعبين فكروا انهم ينسحبوا من المعسكر الجاي. هذا الشيء كيبين ان المنتخب المغربي بفضل السياسه ديال الجامعه والروح ديال الدراري ولا نموذج كيتخاف منه، وبطبيعه الحال ولا بعبع داخل المنتخبات الاوروبيه والعالميه، ماشي غير كتقنيا ولكن حتى اداريا. ولا فوزي القجع هو واحد نموذج لاي اداري باغي يوصل المنتخب ديالو للدوله ديالو المراتب عليا. فاحنا دابا كنوجدوا لهايتي اخواني وفي العين اخواني ديالنا المونديال 2026، والناس كيقولوا ان هذا الشيء مجرد واحد الفقاعه ديال ربح واحد. كنقولوا لكم شوفوا التدرج في المستوى. وهبي كيبين فريق كيقدر انه يواجه اي منتخب في العالم. شفتوا كيفاش انهم واجهوا البرازيل الند للند. والمفاجاه اللي كنبغي نبارطاجي معكم هي ان الطاقم التقني كيوجد خطه سريه للمواجهه ديال المنتخبات اللاتينيه. يعني هايتي ما هي الا بروفا اخواني فقط، فالدراري القادم افضل وزياش غير رجع اقوى واقوى جدا، والمنتخبات كتسنى الدعم ديالكم. فخليوا لي في تعليق واش كتشوفوا الصيباري هو النجم الاول في المونديال الجاي، في هذا المونديال عفوا. يعني جوج ديال الاهداف ومن وراء طارت به البايرن ميونخ اخواني ومشات وصيفطات ليه. يعني ما بغاش يتسناو، صيفطوا لمعدين بدنيين وايضا صيفطوا اطباء باش يديروا ليه الفحص الطبي باش يتم الولوج ديالو للقلعه ديال بايرن ميونخ. وما ادراك ما بايرن ميونخ، النادي الالماني الكبير والعريق. شكرا لكم ومع السلامه.